السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. قبل أن نستهل نشرتنا فهذه أفضل تعليقاتكم. شكرا لكم على التعليقات. تلقى دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أخبارا تثلج الصدر، وذلك قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في بنصف مسابقة الدوري الأوروبي مساء الخميس المقبل. واستعد أتلتيكو مدريد جهود الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي عانى من حمل عضلي زائد في ربلة الساق، وغاب على إثر يوم الأحد الماضي عن مواجهة ديبورتيفو ألافيز بالجولة 35 من مسابقة الليغا الإسبانية، لكنه تعافى تماما من الإصابة وبات جاهزا لمناطحة مهاجم المدفعجية. ولا يزال يغيب عن قائمة الروخي بلانكوس المدافع الإسباني خوان فران توريس الغائب الوحيد عن الميران اليوم للإصابة عضلية، وفيليبي لويس المنضم حديثا للميران الجماعي بينما يعول على تعافيه من كسر في الشظية. الجدير بالذكر أن دييغو سيميوني لن يكون قادرا على التواجد في مقاعد البدلاء لتوجيه لاعبيه أثناء سير المباراة بسبب طرده في موقعة الذهاب جراء احتجاجه على التدخل العنيف من هيكتور بيليرين ضد لوكاس هرنانديز في الدقيقة 15. وفي خبر آخر، كشف محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن فريقه المفضل في لعبة بلاي ستيشن الشهيرة، وخلال حوار مطول أجراه هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدف مع سي إن الأمريكية. أكد صلاح أنه كان يلعب بفريقه الحالي ليفربول، وأن النجم السابق ستيفن جيرارد لاعب خط الوسط وقائد الريدز هو نجمه المفضل. وقال صلاح: كنت ألعب بلاي ستيشن بجيرارد، فهو يسجل من التسديدات البعيدة من أي مكان في الملعب، ولطالما أحرزت به أهدافا في اللعبة. وأضاف: إنه لاعب رائع وقابلته مرتين، لكنه لا يعرف أنني كنت ألعب به في البلاي ستيشن. ويذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي البريمير ليج ب 31 هدف بفارق 4 أهداف عن هاري كين نجم توتنهام. وحصد محمد صلاح مؤخرا جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج بالإضافة إلى جائزة لاعب العام في المسابقة أيضا من رابطة النقاد الرياضيين في بريطانيا. ومن إنجلترا، حيث أعلن ليفربول عن قائمة فريقه المسافرة إلى روما لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، حيث شهدت عديد المفاجآت السارة. وعرفت القائمة عودة النجم السنغالي ساديو ماني بعد أن غاب عن مباراة سوك سيتي بسبب الإصابة، ولم يشارك المهاجم في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد يوم السبت، لكن ذلك كان إجراء احترازي قبل الدور الثاني من دوري أبطال. كما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي استعادة قائده هندرسون ومدافعه الشاب ألكسندر أرلوند، كما أعلن جاهزية مورينو للقاء في حال تبقى الغيابات الطويلة الأمد هي جويل ماتيب وتشامبرلينج وإمري تشان. ويبقى الغياب الوحيد الجدير بالذكر هو جو جوميز، وتعرض اللاعب الشاب إلى إصابة قوية في الدقائق الأولى ضد ستوك سيتي يوم السبت الماضي، ورغم أنه تمكن من إكمال المباراة إلا أن التشخيص الطبي اللاحق استبعده من رحلة روما. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونترككم مع جدول ومراكز الدوريات الأوروبية.